السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، رمضان كريم عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عملت سمك بوري، عايزة أقول لكم بتتبيلة حلوة جدا وهيطلع معاكي جميل. معايا هنا سمكتين بوري كبار وأنا فتحت فيهم الفتحات دي كده ونضفتهم وشلت منهم القشر. وطبعا نضفتهم من جوه وغسلتهم كويس. معايا هنا التتبيله اللي هحطها على السمك، والتتبيله دي تنفع اي نوع سمك، مش لازم سمك بوري. معايا هنا 4 ليمونات مقطعاهم، وبصله متوسطه مقطعاها مكعبات، و5 فصوص توم مفرومين. ومعايا هنا كزبره وكرفس مقطعاهم برضو بالشكل ده، وقرن فلفل فتحه كده من النص. دي التتبيله الاولانيه. معايا هنا برضو طماطم انا مقطعاها مكعبات، وكمان معايا هنا جزرة انا بشراها، وفلفل الوان. ده فلفل اصفر واخضر واحمر. دي برضو بقية التتبيلة اللي هحطها على السمك. ومعايا هنا التوابل ملح وكمون، بس كده. معايا برضو هنا عصير ليمون، 3 ليمونات. ومعايا هنا بطاطس مقطعاها، ممكن تقطعيها حلقات او تقطعيها مكعبات، بس ما تقطعيهاش تخين علشان السمك ما بياخدش سوا. السمك بيستوي معاكي على طول. ومعايا هنا زيت الزيتون، ممكن تحطي برضو زيت عادي. معايا هنا الطبق احط فيه بقى كل التتبيله دي. الطماطم، الطماطم والجزر والفلفل الالوان. بعد كده هحط بقى هنا بقيه المكونات. هنا معايا هنا الليمون والفلفل، هسيبهم دلوقتي واحط بقى بقيه التتبيله بتاعتي. اهم حاجه الكزبره والكرفس. عايزه اقولك الكرفس حلو جدا. وحطيت بقى الملح والفلفل وعصير الليمون. عصير الليمون بيبقى حلو جدا مع السمك. واحط شويه من زيت الزيتون، ممكن برضو تحطي زيت عادي، مش لازم زيت زيتون يعني. بس كده. وبقلب بقى كل التتبيله دي مع بعض كويس. حطيت برضو شرايح ليمون، مش حطيتهم كلهم، سبت شويه علشان احطهم كده ازين بيهم السمك. وزي ما قلتلك التتبيله دي ممكن تعملي بيها اي نوع سمك، يعني سمك بلطي او اي نوع سمك تاني، وتعملي السمك يعني تحطيه في الفرن، هيدي طعم حلو جدا. كده انا قلبت التتبيله كويس جدا. وبعد كده بقى هتبل السمك بالتتبيله دي. بحط كده جوه السمك من التتبيله. بحط شويه كده، بحط شويه هنا كمان اهو، علشان التتبيله دي لما بتحطيها جوه السمك بتخلي السمك طعمه حلو جدا. انا عملت سمك قبل كده، كان بتتبيله غير دي، كان بالزيت والليمون. عايزه اقولك جميل جدا، برضو كان سمك بوري، كنت متبلاه بزيت وليمون بس. كان طعمه برضو جميل جدا. هنا خلاص تبلت السمكتين. وبحط بقى هنا في الفتحات اللي انا فتحها في السمك، بحط شويه برضو في السمكه. وبسيب السمكه شويه في التتبيله دي. طبعا انا فاتحه فتحتين هنا وبرضو الناحيه التانية. بقلب كده السمكه الناحيه دي، بحط برضو في الفتحتين دول من التتبيله دي. عايزه اقولك ريحتها جميله جدا، والكرفس حلو جدا، والكزبره. لو حابه تحطي برضو توابل تاني غير الملح والكمون، ممكن تحطي توابل مثلا السمك. بس انا بفضل ان انا احط ملح وكمون بس. وبعد كده بجيب ورق ألمونيوم واحط بقى شويه. انا ما حطيتش التتبيله كلها في السمك، سبت شويه احطهم كده في الارضيه بتاعه الصينيه. بعد كده بحط البطاطس. طبعا البطاطس دي نيه،
بحطها كده، ما بتقطعهاش بقى تخين علشان البطاطس تستوي معاكي مع السمك. السمك ما يستويش، يعني يستوي وبعد كده تلاقي البطاطس مش مستوية، لازم كله يستوي مع بعض. عشان السمك ما بياخدش سوا ما تقطعيش البطاطس تخينة، قطعيها وسط كده. بعد كده بحط بقى هنا قد نص كوباية من المية. في ناس بقى ما بتحطش مية، بس هقولك حطيت مية ليه. المية دي علشان السمك ما ينشفش معاكي والبطاطس تستوي معاكي كويس. كده حطينا السمك اهي. عايزه اقولك السمكتين دول ما شاء الله كبار، فدي اكبر يعني صينيه عندي حطيت فيها السمك. كده بحط السمكتين، بحط بقى باقي التتبيله، لو في تتبيله بحطها على السمك بالشكل ده كده. وطبعا لما السمك يستوي عايزه اقولك البطاطس دي طعمها حلو جدا، ممكن تاكليها برضو مع السمك ومع الرز. كده خلاص حطيت التتبيله كلها. بحط بقى ايه القرن الفلفل ده، بيدي ريحه حلوه. بس كده خلصت السمك بتاعي. ناقص خطوة أخيرة علشان السمك معاكي برضو يطلع طري. هنحط بس هنا الليمون، بيدي طعم حلو برضو في السمك، وكمان بنزين بيه السمك، يعني بيدي شكل حلو مع السمك كده. بس كده حطيت الليمون، والصينية كده جاهزة معايا. بحطها في الفرن بقى، بتحطيها في الفرن لمدة ساعة. حطيها تحت شوية وبعد كده حطيها في النص على درجة حرارة 180، وشغلي المروحة. وفي الاخر شيلي بقى الايه شيلي الورق الالومنيوم عشان تدي لون السمك، ياخد لون من فوق. بحط بقى هنا زيت الزيتون على السمك كده. وطبعا اللي في النص ده كنت فاكراه ان هو البطارخ بتاعه السمك، بس طلعت الدينه بتاعه السمك، يعني اعذروني. كده خلاص السمك طلع معايا بالشكل ده كده. عايزه اقولك جميل جدا، ويطلع معاكي طعمه حلو قوي، احلى من السمك السمك المشوي الجاهز. بصي مستوي من جوه، والبطاطس معايا استوت اهي. وبكده اكون خلصت السمك. يا رب يكون عجبكم. مع السلامه.